وبالمناسبه النهارده بتكلم طول النهار طول النهار، والله ما عرفت افطر. والله بكلمكم بجد، يعني مش هقول لكم كده، يعني الواحد لانه ما احنا كلنا عارفين ظروفنا وظروف بلدنا وظروف شعبنا كمان. ما احنا كلنا مواطنين. لما انا امبارح بقول للناس يا جماعه والظروف، قال لي هو انت يا سيدي ما انا بنزل بشتري. الله، مش عندي بيت وعندي اسره وعندي اولاد وبنزل اشتري وعارف الاسعار اخبارها ايه؟ ما بنزل واقف في الطابور. فاكرني مثلا مش من، لا يا سيدي عارف والله. الله، مش عندي اهل وعندي اسر وعندي ناس وعندي، عارفين احنا كلنا مواطنين. هو في حد مش عارف انه في مشكله؟ كله عارف. الله، هو انا بتابع كل يوم الاسعار وببعت السوق؟ هو في حد بيتابع زينا الاسعار؟ ده البرنامج الوحيد تقريبا اللي بيبعت السوق، اسواق، ونسال في كل حته، ورايكم بيطلع على الهوا وانتم بتتكلموا. لكم حق تنتقدوا البلد، تنتقدوا الحكومه، انتقد زي ما انت عايز، لكن في الاخر البلد دي مش معنى انتقادات الحكومه ان انت ضد البلد، لا. وقت طبعا عندك زعلان انتقدني يا سيدي، ما عنديش مشكله. لكن زي ما بقول لكم احنا كلنا النهارده في ازمه مش ازمه الدوله اللي عاملاها ولا هي السبب فيها ولا الحكومه اللي اخترعتها، لا، ازمه جايه لك. هو في حد هو انتوا النهارده بتتابعوا ايه؟ 99% من بيوتكم بيوتنا بيتابعوا ايه؟ الحرب. القلق في كل البيوت وكله بيشوف. وطبعا ان احنا لما كل شويه، ولازم نقول كل شويه الحمد لله طبعا رغم الظروف دي. ايوه طبعا رغم الظروف دي في اوضاع، يعني ان احنا ندعو في هذه الايام الكريمه المباركه ان شاء الله تعدي على خير. بالمناسبه احنا عدينا اصعب من هذه الازمه. ايام كورونا العالم كله كان قافل، كل العالم كان قافل، واحنا لا كان عندنا كذا، وكنا اديكم شايفين واخدين اجراءات احترازيه ومفيش ناس بتروح كذا، ومدارس ايه وجامعات ايه وتخفيض التشغيل لكن اشتغلت كمصانع، ما قفلتش اغلاق كامل، جزئي عشان نقدر نعيش. وعدينا بهذه الازمه اللي كانت صعبه جدا علينا وعلى العالم كله، عدينا منها وهنعدي من هذه الازمه. تاني بقول لدي ثقه الحكومه سوف تعود عن هذا القرار ان شاء الله لما تعدي هذه الازمه بفضل الله. عندنا ثقه في ربنا هنعدي الازمه، والحكومه تيجي تقول لنا في يوم كده تبشرنا خلاص رجعنا زي ما كنا. في ناس يقول لك لا الحكومه لما هو في حاجه في البلد بتطلع بتنزل. رئيس الوزراء وعد النهارده، وعد تاني بقول وعد، قال ده اجراء استثنائي وظرف استثنائي، سيتم اعاده النظر في الاجراءات المؤقته مع توقف الظروف الاستثنائيه. ده كلام كان واضح من رئيس الوزراء، وانا قعدت اتابع المؤتمر الصحفي من اول كلمه لحد ما خلص كله. رئيس الوزراء اتكلم، وزير الخارجيه اتكلم، وزير الماليه اتكلم، وزير التموين اتكلم، وزير الدوله الاعلام اتكلم، كل الساده الوزراء اتكلموا، مفيش حد ما اتكلمش، كله يجيب على كل شيء. لانه وزير البترول اتكلم، كله اتكلم النهارده.